كنت بسأل نفسي من فترة، طبعا في رحلة الوعي الجميلة اللي احنا عايشينها دي، ايه اكتر مشاعر سلبية بتعدي عليا في اليوم وفي حياتي بشكل عام. فابتديت كده احصر فلقيت نفسي بترد عليا تقولي اللوم وجلد الذات. فابتديت اركز، طب ايه اكتر حاجة بلوم واجلد نفسي عليها؟ فابتدت نفسي تجيب لي كده الدنيا عاملة ازاي. فاكتشفت انه اللوم وجلد الذات اولا حاجة مكتسبة. يعني احنا ما بنتولدش بنلوم ونجلد نفسنا، لا، احنا بنتعلمها من ايه؟ احيانا من النقد الكتير، احيانا من المقارنة ما بينك وبين شخص تاني، احيانا بان حد بيحملك مسؤولية اخطاء حد تاني او مسؤولية اصلاح حد تاني، ان حد من المقربين او من اللي عايش معاهم بشكل دائم، بقى بابا ماما اخواتك صحاب مقربين قوي، جوزك او مراتك، بيلوم ويعتب طول الوقت. فده بيخلق عندنا جوانا الحوارات الكتير اللي بره بتصنع شبهها جوه، فبيخلق جوانا احنا كمان اللوم وجلد الذات. وغالبا بنلوم ونجلد نفسنا على حاجات هي نفس الحاجات اللي بنتلام عليها من بره او بننتقد فيها من بره. فدي بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتخبط جدا وتوقع الانسان تقديره الذاتي. تعرضتي لحاجه زي كده؟ ده اساسي طبعا. اعتقد ده اساسي في حياتنا كلنا. دي مش حاله خاصه، ده حقيقي فعلا. هو عموما اللوم وجلد الذات بيجي دايما من احساس اننا مش كفايه او مش بنقدم الافضل. يعني دايما احنا بنطلب من نفسنا احساس انه انا لسه ما عملتش حاجه او ما عملتش الافضل، او شخص ما مش متقبلني بسبب 1 2 3. ممكن اصلا الشخص ده هو اللي غلطان في حاطط لي معاييريه عاليه في التقبل مثلا. بس اول حاجه بنختارها الصراحه ان احنا بنلوم نفسنا او بنجلد نفسنا بشكل قاسي جدا، فبيعمل لنا بقى نفور جوانا او صراع في علاقتنا بنفسنا. يعني بدل ما نبقى رحيمين عليها او بنطبطب عليها او بنحاول نعدي كده مع بعض الازمات دي، لا بنزودها حمل انه انا مش كفايه، ليه انا ليه مش عارفه ارضي دي ودي ودي، دي مش عارفه انجح في ده وده وده، مش عارفه بقى كويس زي ما هما بيقولوا بالظبط. فانا اعتقد على طول حتى بقولها في بوستاتي، اللوم النفسي، لوم الذات او جلد الذات بيعمل لي فجوه بيني وبين نفسي، فهبقى بالمعنى البلدي بقى كده هبقى ملطشه مستباحه جدا. اي حد هيلقي عليا اي حاجه هصدقها، ما انا خلاص في فجوه او في صراع، مش هتعدي على فلتر واسال نفسي وانا فعلا كده ولا لا. فالموضوع لا بيبقى كبير وعميق جدا. انت ممكن تلاقي حد يقولك لا 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 انا مش كده، ويقعد مع نفسه ويلوم نفسه، انت اللي خليتي الشخص يقول عليكي كده، عشان مثلا ممكن ما يكونش حاطط حدود شخصيه في علاقاته، بس هو من بره ظاهر انه بيدافع عن حقه وهو من جوه متدمر اصلا. فانا بحس انه جلد الذات هيقل بإدارة الذات أو بالوعي الذاتي اللي بيخليني أقدر أكون رحيمة مع نفسي كل يوم مثلا بحاول في علاقاتي أخليها أفضل، أو أكون الشخص اللي هم حابينه يعني بس بمعاييرتي أنا. بحاول أنجح في كارير، بحاول أكون ملتزمة في عبادات. المحاولة دي في حد ذاتها بدون نتيجة هي أصلا ممكن تخليني أحب نفسي أو أكرهها. لو أنا شايفة المحاولة إزاي، هل بشوفها إن أنا بحاول وقادرة كده أنتج واستمر، ولا بشوفها أنا كل يوم بفشل؟ فالنظرة اللي أنا بحاول بيها هي اللي بتفرق جدا في اللوم. صح، التقبل وكمان في حاجة مهمة جدا بقى، المثالية أو الكمالية بقى هي اللي بتخلينا دايما فعلا في الصراع ما بين ان انا شايفة بعيني واحدة مثلا على السوشيال ميديا شكلها كويس، بتقدم محتوى كويس ومش عارفة ايه وحواليها ناس كويسة، دايما بقعد اقول جوايا انا شايفة جزء صغير جدا جدا من حياتها، 20% من 100%. فعمري ما هقدر احكم او اقيم حياتها. هي ظهرت الجزء ده او ظهرت انجاز او نجاح معين في حياتها، انت بتعرفيش الناحية التانية فيها ايه، بتعرفيش هي حتى مع نفسها او في علاقاتها عاملة ايه. وده انا شفته بعناية. في واحدة كنت أعرفها، كنت بالنسبة لي ايدول، يعني حد نجح جدا في حياته، لقيتها في حياتها الشخصية وعلاقتها بأولادها وعلاقتها بجوزها مثلا حبيبتي في مشاكل طول الوقت، هي مش ظاهرة ده أصلا. على النقيض الحمد لله يعني عندي استقرار مثلا في حاجات تانية، هي ما عندهاش استقرار في حاجات مهمة جدا وأساسية جدا في حياتها، بس هي ظاهرة جزء ما في نجاحها أو في كاريرها.
فاحنا عشان بنحط نفسنا مقارنه او بندور على المثاليه والكماليه، فاول حاجه بنعملها بنلوم نفسنا وبنجلد نفسنا. لكن لو اشبعنا جوانا احساس انه انا بحاول، انه انا كفايه، انه انا بكون افضل نسخه من نفسي مش افضل نسخه من حد، ده اللي هيقلل اللوم وجلد الذات. يقول لك الدكتور ابراهيم الله يرحمه كان ليه جمله دايما يكررها، يقول لك القتله الثلاث: اللوم والمقارنه والنقد. دول فعلا بيدمروا الانسان وفعلا بيهلكوه، وتلاقيه بيخلص الصراعات اللي جوه، بتخلص طاقته. هو ما عندوش طاقه بقى انه يصلح مثلا الحاجات اللي فعلا في حياته او انه يعمل اللي عليه. فهو خلاص خلص الطاقه بتاعته في شويه خناقات داخليه كده، ما بقاش عنده طاقه يعمل حاجه تانية. علشان كده فعلا زي ما انت بتقولي فلتر، وانا محتاجه احط فلتر. هو انا لما انتقد كده انا عامله ازاي؟ وده يمكن عشان كده سبحان الله يعني بنقول دايما رحله الوعي كبيره جدا. يعني انا كان في حاجات بانتقد فيها جدا من وانا صغيره، بعدين لما كبرت ودرست أدركت إنه الناس أنماط شخصيات. ربنا كان حاطط حواليا كذا حد من المقربين أنماط شخصيتهم قريبة جدا من بعض، فبالنسبة لهم أنا اللي غريبة، فبينتقدوني في الحاجات دي. لما كبرت عرفت إن أنا شخصيتي كده، فبقيتش حاسة إنه عارفة كنت في الأول تحسي إن أنتي فيكي عيب لازم تغيريه. بعدين مع الوقت اكتشفتي إن لأ، اللي هم كانوا بيقولوا لك عليه عيب ممكن يبقى ميزة، بس هي الفكرة أنتي بتتعاملي إزاي معاه وبتشوفيه إزاي وبتستثمريه إزاي، وإنه ربنا خلقنا مختلفين جدا علشان كل واحد فعلا يكمل التاني، يحصل دايما تكامل ما بيننا. عشان كده فعلا محتاجين ان احنا شوية نخرج بره كده، نشوف الحاجة اللي احنا دايما بنجلد نفسنا فيها احنا بنجلد فيها ليه ده تم جلدنا فيه اصلا، ليه انتقدنا فيه. تاني حاجة نشوف هو فعلا الحاجة دي تنتقد، هي فعلا وحشة، هي فعلا انا محتاجة اغيرها، محتاجة اعدلها، ولا ممكن تكون لا هي نقطة مثلا في شخصيتي، هي حاجة في طبيعتي، هي هبة من ربنا سبحانه وتعالى أصلا، بس ممكن اللي قدامي مش عارف يستثمرها صح فيا، أو أنا مش عارفة استثمرها صح أو أقدمها للناس بشكل صح. زي ناس كتير جدا عصبية تقولك إيه، على فكرة الشخص العصبي ده طيب من جواه. ما هو أنا مش عارفة أشوف طيبتك، ما هو أنت العصبية دي ملغوشة على كم الطيبة اللي جواك، فأنت محتاج تتعلم إزاي إنك تخرجني مشاعرك بشكل أفهمه طيبة. أفهم تضحيتك اللي بتقدمها على إنها تضحية، مش على إنها مثلا من، أو على إن أنت بتذلني باللي أنت عملتهولي أو كده. فمحتاج إن أنا أعرف أبص نفسي من بره وفلتر الكلام جدا اللي بيدخلي، وابتدي أشوف أنا محتاجة أغير في نفسي إيه، وبص لنفسي نظرة شاملة. أصل إحنا بني أدمين، وفي الأول وفي الآخر أنت ناقص، يعني ما فيش حد هيكمل فينا أبدا ولا هيعرف يصلح كل عيوبه، لأن إحنا كده مش هنبقى بني أدمين. فأنت بشر، فالطبيعي فيك النقص، فمحتاج تتقبل ده قبل أي حاجة. وبعد كده تعرف ان انت بتسعى للكمال بس مش هتوصل له، فانت محتاج تصلح في المسموح بيه، وتبتدي تنظر للي انت مريت بيه ده بشكل ايجابي. لان في ناس بتعيش ضحية قوي، انه انا كذا ومش عارفة ايه وعلشان كده طلعت كذا. ماشي، بعدين يعني مش هتغير ده. انت ماشي اب او ام او اخوات او صاحبة لامتني كتير جدا فخلاص نزفت، طيب مفيش حاجة بقى اعملها في ايدي لده. طب ما اتعلم من اللي حصل، ممكن يكون الشخص ده اصلا علمني اني اركز اكتر، علمني اني اصنع لنفسي حدود شخصيه، انا ما كانش عندي الحته دي. علمني اني لازم اتقبل نفسي واتقبل نفسي كبني ادم ونقصي، ان انا عندي العيب ده. فاكره انت بتقولي الحته دي دايما، لما ممكن حد ينتقدني في حاجه فاقول له ما انا عارفه ان انا عندي النقطه دي هشتغل عليها. عادي جدا. طب ليه انا عارفه اتقبل؟ عشان اصلا من جوايا عندي مبصره بمميزاتي وعيوبي وقادره اديرها، غير شخص ما بيبقى اصلا هو يعني مثلا لو حد زي ما انت قلتي كده، حد يقول لك انا عصبي بس العصبيه دي وراها طيبه قلب، وانت عصبي بس مهم انت تعرف تتعامل. الفكره كلها في السلوك. انا ممكن اكون عندي عيب مثلا معين او نقطه ضعف معينه، وانا بتعامل بيها كده، مش برضه ولا بمعنى بلدي ابو بلطجه انا بقى كده وتقبلوني، عارفه المعنى ده؟ لا هو انت هتتقبل نفسك والناس اللي حواليك هتتقبلك، بس في اداره. ما انا ممكن العصبيه دي ممكن تخليني اعمل حاجه، اذي حد، اقول كلمه جارحه جدا، يعني اتخانق مع بابا وماما باسلوب مش كويس. فانا لازم ادير نقاط ضعفي زي ما بفعل نقاط قوتي. ده بيحصل جوه. ما هو هي دي الفكره، انه انا ده جوه لما يبقى هادي وعارفه يكون في حوار داخلي وقلل الصراع، بيظهر في تعاملاتي بثبات، بيظهر بثقه. هي دي كل الفكره. بس فلما قلتي انا كنت بنتقد واكتشفت
انه اصلا اللي هم بينتقدوني عليه مش ميزة مش عيب. ميزه مش عيب. التحول ده مش سهل على النفس. احنا بنقعد ممكن سنين نبقى فاكرين ان العيب اللي قالوا لنا عليه ده عيب اصلا عيب، ويطلع نقطه قوه وانا مش مفعلاها ومش مستغليها. فالفكره ان انا اسمع نفسي كويس، ما سيبش كده مخي رايح جاي للانتقادات وللناس، عشان الناس يعني بتشوف اللي عندي، فانا بقيم نفسي من خلاله. واسال برضه يا فاطمه اهل العلم. يعني لو انا انت طبعاً. كوتش جيت اكلمك فقلت لك مثلا هم كلهم بينتقدوني مثلا ان انا مثلا حد بيحب لما اجي اذاكر اقعد لوحدي واركز قوي. انت ككوتش عندك العلم ان في انماط مختلفه، تقولي لي طب وايه المشكله في ده؟ أيوة. ففي فعلا علم ممكن ما يبقاش عندنا، ساعتها ايه حله؟ العلم ملوش علاج تاني. انك الجهل علاجه العلم، ملوش حل تاني. فمحتاج فعلا اسال اهل الخبره واهل العلم، هو انا عندي المشكله دي هي فعلا مشكله فيا ولا لا؟ طب مشكله مش عارفه اغيرها، طب اغيرها ازاي؟ فممكن اصلا انت ككوتش تقولي لي لا انا اصلا انت مش محتاجه تغيري ده اصلا فيكي، ده حقيقي. انت محتاجه تعلمي اللي قصادك انه يتقبل ده. عشان كده في نقطه انت قلتي هو كله اداره داخليه وفي جزء اداره خارجيه لو كان مسموح بيه حسب الشخص طبعا. أيوة. يعني ان انا اوقفه عن ان هو بيعملوا ده. بالظبط. طبعا ماما وبابا ما بنعرفش، دي حاجه تانية وليهم مقام خاص. أيوة. لكن ما دون ماما وبابا اي حد تاني، اصحاب، اخوات، جوزي، مراتي، لا انا محتاجه اقعد معاه اقول له الطريقه دي مش نافعه. ماما وبابا ممكن اعمل كده طريقه مؤدبه، لكن مش هعرف اتحكم فيهم، ولو ما سمعوش كلامي مش هعرف اغير ده. أيوة. لكن حد تاني من صاحبه او حاجه لا انا ممكن اخد موقف، ممكن ازعل، ممكن اقول لا انا قلت لك لو صحتي بطلي الطريقه دي عادي جدا. طب ما لقيتها ما بتستمر، لو ده فعلا منهكني نفسيا ممكن اوقف العلاقه دي. وخدي بالك كلمه اخد موقف برضو كمعنى الناس بتفهمه خناقه. لو تعالي لي بقى كده عشان نشوف اللي هيحصل دلوقتي. بالعكس خالص، المواجهه وان ناخد موقف بشكل فيه كده حكمه وطريقه كويسه في التعامل بتوصل العلاقه في حته احنا ما نتخيلهاش. وما انا برضو مش هسيب الشخص التاني يخمن حته بنتي ما بتلبش الكلام ده مش حقيقي. وانا كده لازم اعرف اللي قدامي ده كده لازم يحصل في صداقه، في جواز، في خطوبه، لازم اعرف الطرف التاني انا بحب يعني اعامل ازاي. عشان هو مش هيخمن او هينجم او انا هسيبه كده في حيره. بص انت انا هسيب لك بقى نفسي وانت بقى طب ليه عايش الشخص اللي قدامي في الموضوع ده اصلا. فانا كده لازم اتناقش ولازم اخد موقف ولازم ابين للشخص حدود الشخصيه. الفكره ان الناس ما تفهمهاش ان هي خناقه او ان انا بخسر اللي قدامي، وطالما انا واجهت او حطيت حدود يبقى انا هخسر اللي قدامي. ده برضو من الحاجات اللي فرضها العقل الجمعي عشان ما نعرفش ان احنا نتناقش مع بعض. المناقشه الداخليه اللي هي بقى بتكون غلط او فيها حده، اللي هي اللوم او الجلد. لو انا برضو عودت نفسي ان مناقشاتي مع نفسي هتكون حاده او على النقيض بقى هتكون فيها حكمه، هينعكس تلقائي على نقاشاتي مع الناس. صح. يعني اللي جوه كده هيظهر بره. فلو انا متعوده اتناقش مع نفسي واسال عن الليه وايه اللي حصل وادور والجو ده بره هقدر اعمل ده. لو انا من جوه عندي كده حده وصراع هبقى بره كده. عشان كده تلاقي بعض الناس توصل لمرحله عدوانيه، انت بس تيجي تكلميها تلاقيها بتفوش انا كده طب بالراحه. فتعرفي انا بعرف ساعتها ان الحد ده تم لومه كتير قوي، فحتى لو انت بتقولي له الكلمه عاديه جدا هو مش متقبلها. ليه؟ من كتر ما هو خلاص عارفه زي اسهم هو مش مستحمل اي حاجه تانية. ده حقيقي. ففعلا محتاج يتداوى من جواه علشان يبتدي يعرف ويتقبل نفسه جدا، عشان يبتدي يعرف انه يبقى اهدى شويه في التعامل مع بشكل عام، عشان ممكن يخسر فعلا نقد حقيقي هو محتاجه.